السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نواصل تفسير سورة الحاقة من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. نستمع إلى الآيات أولا، وبعد ذلك نشرع في تفسيرها بحول الله تعالى وقوته. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة: وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه النفخة، وقد أكدها ها هنا بأنها واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. هذا هو الذي يميل إليه ابن كثير رحمه الله، من أن نفخة الفزع غير نفخة الصعق، والصحيح أن نفخة الفزع والصعق نفخة واحدة، أولها فزع وآخرها صعق، والله أعلى وأعلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين النفختين 40. أما حديث الصور الذي فيه ذكر 3 نفخات فهو حديث فيه نكارة شديدة. وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة، والظاهر ما قلناه، ولهذا قالها هنا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فمد الأديم العكاظي، وتبدلت الأرض غير الأرض، فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي قال: تنشق السماء من المجرة، رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جريج: هي كقوله: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقال ابن عباس: متخرقة، والعرش بحذائها، والملك على أرجائها. قال الملك اسم جنس، أي الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن عباس: على ما لم ينشق منها، أي حافتها. وكذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي. وقال الضحاك: والملك على أرجائها، أي أطرافها. وقال الحسن البصري: أبوابها. وقال الربيع بن أنس في قوله: والملك على أرجائها، يقول على ما استدق من السماء، ينظرون إلى أهل الأرض. وقوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي يوم القيامة يحمل العرش 8 من الملائكة.
ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب. الظاهر والله أعلم أنه العرش المعروف. قال: وفي حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في ذكر حملة العرش أنهم 8 أوعال، حديث ضعيف. ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود. الأوعال جمع وعل، مثل الماعز البري كده. قال: وروى ابن أبي حاتم بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: حملة العرش 8 ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة 100 عام. روى ابن أبي حاتم بسند عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مقفق الطير 700 عام. وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. وروى ابن أبي حاتم بسند عن سعيد بن جبير في قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 قال: 8 صفوف من الملائكة. قال: وروي عن الشعبي والضحاك وابن جريج مثل ذلك. وكذا روى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس 8 صفوف. وكذا روى العوفي عنه. وقال الضحاك عن ابن عباس: الكرابيون 8 أجزاء كل جزء منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة. قال: وقوله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، قال: أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. ولهذا قال: لا تخفى منكم خافية. روى ابن أبي الدنيا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي موسى قال: قال صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. رواه ابن أبي ماجه. وروى ابن جرير بسنده عن عبد الله قال: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، عرضتان معاذير وخصومات، والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي. في هذه الآيات العديد من الفوائد والوقفات التدبرية. من الفوائد تقرير عقيدة البعث والجزاء. أيضا من فوائد الآيات والوقفات التدبرية بيان كيفية الانقلاب الكوني لنهاية الحياة الأولى وبداية الحياة الثانية. أيضا من الفوائد والوقفات التدبرية تقرير العرض على الله عز وجل للحساب ثم الجزاء، كما قال عز وجل: يومئذ تعرضون، يعني على الله، لا تخفى منكم خافية، لا من أجسامكم وأجسادكم ولا من أعمالكم وصفاتكم، فإن الله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة، ويحشر العباد حفاة عراة غرلا في أرض مستوية يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فحينئذ يجازيهم بما عملوا. أيضا من فوائد الآيات التذكير بشدة أهوال يوم القيامة. اكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.